اولا بالزليج هذه شفتها نشرتها الكاف على كل حال. كي شفت الزليج تفكرت الاقمصه تاع المنتخب الوطني الجزائري، وهذه هي كما نقولوا لانسين تاع كاس افريقيا اللي راح يديروها في اسمه في المغرب. والزليج كما نقولوا الجزائر احيت ديكا الزليج في كاس افريقيا في المغرب على كل. درنا لهم الحراره هذه تاع الزليج اللي تشفاو يا اخي ناضت وشكاو بينا ما كان والو مع اديداس كذا، منهم جاو ما راح يديروها زعما في حفل كبير في المغرب افتتاح ولانسين تاعها الزليج. معليش نورمال عندكم الزليج بصح ماشي تاعكم هذا. واش حبيت عندكم الحق نديروا الزليج كيما احنا عندنا الحق نديروا الزليج، كيما في اسبانيا عندهم الحق يديروا الزليج كيما. بصح ما تجيش تقول تاعنا راك فاهم. رانا نوضنا لكم هذيك الشحنه كيما نقولوا الشحنه تاع هيا جايه باش نزيدوا نفرضوا باللي الزليج تاعنا. بصحتكم الزليج وبصحتكم كاس افريقيا اللي عطاها لكم على كل حال القطراجي. التيشيرت كان عاجبني جدا جدا، تيشيرت الاحماء بتاع المنتخب الجزائري. الاحماء اوكي. لسه معلن من حوالي تقريبا ايام، الشركه الراعيه المنتخب الجزائري اعلنته، وانا طبعا القميص الاساسي والاحتياطي. بص على التيشيرت شكله تحفه جدا، وقال لك ان هو ليه علاقه بالتراث الجزائري، لان هو ليه علاقه بقصر المشهور بتلمسان، اللي هو التصميم بتاع قصر المشهور بتلمسان. ده ايه الحلاوه دي؟ ما هو حلو جدا، لكن التيشيرت ده عمل ازمه ثقافيه. ليه؟ لدرجه ان الجانب المغربي وزاره الثقافه في المغرب بعتت انذار للشركه الراعيه، الشركه اللي صممت التيشيرت، بضروره سحب التيشيرت، اداهم مهله 15 يوم، او انك تنزل بيان تبين ان التيشيرت ده نابع من الثقافه المغربيه. القصه ان الفن ده فن اسمه الزليج المغربي، اللي هو النقوش دي، ده حاجه كده في السيراميك، دي حاجه مغربيه، اللي هو فن الصناعه السيراميك والزخرف السيراميك ده. ده فن مغربي اسمه فن الزليج المغربي. فالفن ده والجنود المرابطون في المغرب بقصه بقى من ايام القرن الرابع عشر، برضه ايه الموضوع محتاج بعد تاريخي شويه وبحث تاريخي، لكن القصه من القرن الرابع عشر ان القصر ده اللي عمله كان الجنود المرابطون المغاربه، وهو موجود في تلمسان في الجزائر، لدرجه حتى انه لما تم اعاده ترميمه في 2011 كان القرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ان المغاربه هم اللي يشرفوا على اعاده ترميم هذا القصر. فالموضوع تحول ان ده يا جماعه ثقافتنا احنا وتراثنا احنا، فيا اما تبينوا ان ده نابع من التراث المغربي يا اما يتسحب ويبقى قصه تانية. فيعني موضوع دخل في بعد تاني ثقافي وحضاري، لكن طبعا كامل الاحترام اكيد للحضاره المغربيه. اديداس عن تصميم قمصان الاحماء لمنتخب الجزائر الذي يتضمن نقوش الزليج لم يهدأ الجدل، فالمغرب اعتبر ذلك سرقة للثقافة المغربية وطالب أديداس بسحبها، بينما قالت أديداس إن القميص مستوحى من قصر المشور في غرب الجزائر كما تذكرون غالبا. ولكن بعد كل الجدل حول القمصان اعتذرت أديداس عن تصميمها وأعلنت في بيان عن توصلها لما أسمته بالحل الإيجابي. أديداس قالت إنها أجرت مناقشات بناءة مع وزارة الثقافة المغربية وتوصلت إلى حل إيجابي، وأضافت في بيانها كان التصميم مستوحى بالفعل من نمط فسيفساء الزليج ولم يهدف في أي وقت إلى الإساءة إلى أي شخص. نعرب عن احترامنا العميق للشعب والحرفيين في المغرب ونأسف للجدل الدائر حول هذه القضية. نعترض على أي عمل يمس بالسلامة الثقافية وتاريخ الناس ودول العالم. طبعا محامي وزارة الثقافة المغربية اعتبر ذلك تأكيدا على أن القمصان الجزائرية مستوحاة من الفن المغربي، وكانت الرباط قد أكدت أنها سجلت الزليج الفاسي ضمن تصنيف فيينا للعناصر التصويرية التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب ببلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد. الزليج ظهر أول ما ظهر في العالم وفي التاريخ ظهر في العراق وفارس، في خلينا نقولوا في بلاد ما بين النهرين. ظهر منذ قبل الميلاد، يعني كانوا يرصصون قطع الرخام الملون ويرسمون بها لوحات فنية، ومن بعد هذا الفن انتقل إلى روما وبيزنطة. حد الآن الجزائريين ما يتعاملوش بالزليج. نحكي لك على روما وبيزنطة معناها في القرن الأول والثاني حتى الخامس للميلاد. ثم ظهر أين؟ ظهر في الأندلس.
حتى الآن لا وجود لأثر اسمه الزليج أو هذا النوع من الفن مثل ما نشاهد في هذه الوثيقة بالضبط. هذه الوثيقة هي وثيقة أوروبية محايدة وتتحدث على أنه الزليج انتقل زمنيا من ما بين النهرين إلى روما ثم إلى الأندلس، إلى ظهر في مسجد قرطبة، ومن بعد ظهر في أين نقرأ هنا أنه الشهادة الرئيسية لوجود الزليج في شمال أفريقيا كانت في قلعة بني حماد اللي هما كانت عاصمتهم المسيلة. معناها أول ظهور لهذا الفن تاع الزليج كان في القرن الحادي عشر في المسيلة. مدينة الزهرة. نعم، مدينة الزهرة هذه في الأندلس، يعني قبل ما يدخل إلى هنا، لأنه الأندلسيين هزوه من الأوروبيين. نعم. ولكن هذه أيضا الوثيقة عندها دلالة أخرى، هي أنه من هم الأندلسيون؟ هل هم بمفهومنا المعاصر هل هم المراركة ولا الجزائريين؟ كيفاه نلقى الأندلس، الفن الأندلسي ينتقل إلى المسيلة ولا ينتقل إلى فاس ولا إلى مراكش؟ إذن أكبر علاقة في المنطقة هذيك ما بين العالم كانت، هذا مصدر الوثيقة، لأنه دائما نذكر الوثيقة وننسبها لصاحبها. هذه الموسوعة الإسلامية يعني المغرب اسمها المغرب المعاصر وقتها، انكم تروحوا المصدر انا نذكروه ورانا نبينه، ماناش مخبيينه، حقكم تروحوا تحققوا من المصدر بحد ذاته. هذا المصدر اعتقد جلوساري اند اندكس اوف تكنيكال دارس. نعم، هذه الموسوعة الإسلامية محققة ومستند المصادر، وتؤكد أنه أقدم وجود لفن الزليج في شمال أفريقيا كان في قلعة بني حماد في المسيلة، ثم ظهر في مراكش من بعدها، ثم ظهر في تلمسان. فهذا من إذا مسيلة هي اللي كانت ربما في الجزائر هي اللي أول ما ظهر في المغرب العربي. نعم. أول ما ظهر زليج ظهر في المسيلة. نعم، هذه شهادة للتاريخ، ومن له دليل على وجود الزليج في منطقة مغاربية قبل الدولة الحمادية فليأتنا بدليل.